في فرق كبير جدًا، جدًا لمّا باشرح الin body ونبتدي نتكلم مع بعض ونشوف إيه المهم بالنسبة لك وإيه المُضر وإيه الصح وإيه الغلط، طبعًا بعد ما نسمع الhistory بتاعتك كlife style وكحياة صحية وكل الكلام ده. دايمًا باقول له: "أنت إيه هدفك؟" يقول لي: "هدفي 1، 2، 3." طيب إحنا النهارده باقول له: "أنت في فرق كبير جدًا." بعد أمّا بيسمع وبيقتنع، باقول له: "في فرق كبير جدًا بين دكتور الرجيم وبين دكتور التغذية." عشان برضه الناس تبقى عندها وعي في ده. دكتور الرجيم بيبقى هَمّه الميزان بس، أنا نزّلتك قد إيه ونزّلتك كام ونزّلتك، ما لوش بقى علاقة هو نزل عضلاته، نزلوا من دهون، ما لوش علاقة. طيب دكتور التغذية بيبقى هَمّه كل الجسم، سواء بقى صحتك. ما ينفعش حد يبقى متابع مع دكتور تغذية ويقول لي شعري بيُقع، ما ينفعش مع دكتور تغذية تقول لي البريود اتأخرت عليَّ، ما ينفعش مع دكتور تغذية كرجالة يقولوا لي مثلًا أنا عندي مشكلة في العلاقة. ففي حاجات كتير جدًا، جدًا لازم نبقى واخدين بالنا منها نبتدي نشتغل عليها. فهو ده فرق بين دكتور التغذية وبين دكتور الرجيم. التغذية بيبقى هَمّه حياتك الصحية كلها، فدايمًا باقول له: "أنت عايز دكتور الرجيم والّا عايز دكتور والّا عايز تغذية؟" الكلام اللي إحنا بنقوله. وبعدين الأهم برضه من هو النهارده جالي ونزلنا whatever 60 كيلو، 30 كيلو، 50 كيلو زي ما بنسمع أو زي ما بنشوف، طب ما هو ما حافظش عليهم. الحمد لله أنا ما عنديش حالة رجعت تاني.